لو انت او انت في مكة وخلصتوا عمرتكم الاولانية ولسه قدامكم كام يوم قاعدين في مكة وعايز تعمل عمرة تانية، ايه الحل؟ نعمل ايه؟ الموضوع سهل جدا وبسيط جدا. الفكرة كلها هي في عملية الإحرام. طيب بنحرم منين؟ الإحرام ده في الأول هو عبارة عن جزئين. أول جزء منه اسمه مقدمات الإحرام، اللي هو إن أنت تغتسل وتتطهر وتلبس الملابس المخصصة للإحرام، سواء كنت راجل أو ست. الست بتلبس ملابسها العادية خالص، الطرحة والعباية والشراب، اللبس العادي خالص، والراجل بيلبس البشكرين اللي هم الإزار والرداء. طيب دول اسمها مقدمات الإحرام. إنما المهم في الموضوع هو نية الإحرام. طب نية الإحرام دي بقى أعملها منين؟ لو أنا جاي من بره مكة كنت بعملها من الميقات، زي اللي بيبقى جاي مثلا من المدينة بيعملها في ميقات أبيار علي أو ذي الحليفة. طيب أو لو أنا جاي بالطيارة بنعدي على الميقات وبنقول إن إحنا عند الميقات فبننوي نية الإحرام. طب لو أنا جوه مكة وعايز أعمل عمرة تانية، المفروض أعمل إيه؟ المفروض بخرج خارج حدود الحرم. أشهر ميقات أهل مكة بيحرموا منه هو الميقات اللي احرمت منه السيده عائشه رضي الله عنها. السيده عائشه ان هي تعمل عمره وكانت موجوده في مكه، فالرسول قال لها اخرجي لحد المنطقه اللي اسمها التنعيم. وبالفعل خرجت السيده عائشه لحد التنعيم واحرمت من هناك، او نوت نيه الاحرام من هناك، ودخلت تاني وعملت العمره بتاعتها. وعلشان كده تم انشاء مسجد في المنطقه دي وبيسموه مسجد عائشه، تكريما لذكرى احرام السيده عائشه من هناك. طيب هل هو ده بس المكان اللي اقدر احرم منه وانا موجود جوه مكه؟ لا، مش هو ده بس. اي مكان خارج حدود الحرم، في العلامات اللي بتقولك ان انت خارج حدود الحرم او دلوقتي انت بره الحرم، تقدر تنوي منه نيه الاحرام. ممكن من عرفه، ممكن من اماكن كتيره جدا موجوده على حدود مكه المكرمه او على الحدود الخارجيه للحرم تقدر تحرم منها. ولكن اشهر مكان لاهل مكه بيحرموا منه هو ميقات اهل مكه، اللي هو مسجد عائشه اللي موجود في منطقه التنعيم. فتقدر ان انت وانت موجود جوه مكه تعمل اكتر من عمره. كل مره تنوي العمره، عايز تعمل عمره جديده، بتلبس ملابس الاحرام وبتغتسل وبتخرج للتنعيم او لاي منطقه خارج حدود الحرم وبتحرم منها، او بتنوي نيه الاحرام يعني، وبترجع تدخل وبتيجي للحرم وبتؤدي مناسك العمره، الطواف والسعي ثم التحلل. وربنا يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الاعمال باذن الله تعالى.